قانون تتعلمه في حياتك يا حبيبي من الدكتور مجدي فودة. اللي يتعب في الأول يرتاح في الآخر. ده قانون. خد بالك اوعى تنسى النصيحة دي لله. اللي يتعب يا ابني في الأول يرتاح في الآخر. بص، أنا وعدتكم بإيه؟ أنا وعدتكم إن أنا هخلص منهج الأحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا قبل شهر رمضان ما يجي. بعون الله بعون الله بعون الله هتنزل لك آخر محاضرة في موضوع المناعة، وهي آخر محاضرة في منهج الأحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا يوم 15/2 زي ما وعدت من أول السنة الدراسية وأنا بقول هذا الكلام. تعبتكم؟ تعبتكم. أجهدتك؟ أجهدتك، لكن هترتاح بقى. من 15/2 هترتاح. طب اديني مظهر من مظاهر الراحة. رقم واحد، انت في اجازة لمدة 3 اسابيع كاملة. 3 اسابيع كاملة. طب انا سايبك ليه؟ عشان في اجزاء وقع منك، يلا لم نفسك بقى. رقم واحد. اتنين، ده انا عندي جزء صعب قدام عينك، والدكتور مجدي لما شرح لي اكتشفت ان الدي ان ايه ده صعب جدا. لو عندك مشاكل يلا روح راجعه الى اخره من هذا الكلام. شفت بقى اللي تعب في الاول ارتاح في الاخر. كنت عايز نعمل معسكر بقى في شهر واحد واضيع فيه الوقت، وبعدين دلوقتي زمايلك كلهم قدام عينك عندهم نص الماده صفر فيها، واضغطك بقى دلوقتي واديك مرتين في الاسبوع. ها، ده اللي كنت عايز تسمع. الدي ان ايه اصعب جزء في الثانويه العامه والثانويه الازهريه في كل المواد، عايز تسمعه في شهر 3 وشهر 4؟ هذا لا يرضي الله. هذا لا يرضي الله. احنا خلصنا بفضل الله تعالى. يلا بقى هسيبك الفتره دي كده. طب عندك مشاكل تواصل معايا، هذاكر معاك وهخليكم 100 100 بفضل الله تعالى. طب يا دكتور مجدي، بعد ال3 اسابيع دول هنحط خطه عمل. خطه عمل بتقول ايه؟ خطه العمل عايزين نحول كل سطر في الكتاب وكل كلمه في الكتاب لسؤال جه في الامتحان قبل كده، او جه في النماذج الاسترشاديه، او جه في الامتحانات التجريبيه لطلبه الازهر. ما خلاص ما عدناش هنسمع تاني مع بعض. طالب الازهر ده ليه قصه، طالب الثانويه العامه ده ليه قصه تانيه خالص. احنا سمعنا شرح الماده، ما ينفعش بقى في المراجعات واخد بالك انت نقعد تاني مع بعض ونسمع مع بعض. يا بتاع الازهر انت ليك حصص منفصله في المراجعه، يا بتاع الثانويه العامه انت ليك حصص منفصله في المراجعه. هنفصل بقى طلبه الازهر عن طلبه الثانويه العامه. ادي النقطه رقم واحد. اتنين، هنراجع كتير قوي وهنحل كتير قوي، ومن كل الكتب ومن كل الامتحانات للازهر والثانويه العامه. بتاع الازهر هيذاكر ازهر، وبتاع الثانويه العامه هيذاكر ثانويه عامه. يبقى شوف بقى اللي تعب في الاول بص بيرتاح دلوقتي ازاي. افهم، خليك معايا. في طلبه انضموا لينا قدام عينك واخد بالك انت، واحنا بنبدا التكاثر كانوا بياخدوا مع مدرسين تانيين. لما جينا نشرح الدين ايه طلبه جداد كتير قوي انضموا لينا. لما جينا نشرح المناعه طلبه كتير جدا انضموا لينا. ما حضروش معانا موضوعات معينه. يعني اللي عندك مشاكل في باب من الابواب، السؤال المثار دلوقتي هي المراجعه هتلم لي الجزء ده قولا واحدا؟ لا، ما فيش يا حبيبي انت وهو صلاه من غير وضوء. لازم الاول نتوضى وبعدين نصلي. لازم الاول ناخد المنهج. فاحنا عاملين لك برنامج مكثف. اللي ما سمعش الدين ايه لازم تشترك وتخش تسمع الدين ايه. قولا واحدا المراجعه مش هتعمل لك حاجه، اسمها مراجعه على حاجه انت تعبت فيها وذاكرتها. عندك المناعه تخش تسمع المناعه، مفيش هزار في ده. التكاثر لما يقولوا لك في 4 حصص عايز تسمع تفصيل التفصيل بتاعه في 8 حصص. المراجعه قدام عينك دي بتكثف المعلومات، بتركز المعلومات. اللي ما حضرش الجيولوجيا تخش تسمع الجيولوجيا، عاملينها لك في 8 حصص. معاك اهو فتره انك تلم نفسك، اللي عنده مشكله في جزئيه معينه يلمها. طب يا دكتور مجدي انا لميت بقى الكلام ده، تستعد بقى للمراجعه قدام عينك. في المراجعه السنه اللي فاتت جالنا عدد كبير جدا 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 وعمل ربكه. احنا ما حسسناكوش باي مشاكل طول السنه. كانت المنصه بتحصل فيها مشاكل، الناس القائمين عليها ما كانتش بتنام الا لما تحلها. انا بقول اهو مش عايزين بقى عدد كبير جدا يخش ينضم لنا في المراجعه على اخر لحظه. المراجعه دي معموله لمده 10 ايام بقيمه معينه. القيمه دي هتزيد لو حضرتك اتاخرت. انا بقول كلام بسيط اهو. ليه؟ عشان ما تعملش ربكه لفريق العمل وتجهدهم وتتعبهم. عشان كده بقى انت بتاذي كل الطلبه. افهموا انا بقول ايه. فمن فضلك تحجز المراجعه باقصى سرعه ممكنه عشان نلحق ينظموا عملهم، عشان ما تحصلش مشاكل، عشان نبقى متوقعين المشاكل ايه ونحلها من قبل ما تحصل. تنظيم العمل اهم من العمل. فاللي ما حجزش يبادر بحجز المراجعه باقصى سرعه ممكنه. وهنعمل كده، اللي هيحجز معانا احنا هنخلي الجيولوجيا مراجعتها لوحدها، عشان معانا طلبه لغات ما بياخدوش الماده دي بالعربي، فدول هيبقى لوحدها. طب كم حصه مراجعه؟ اقل حاجه 12 حصه مراجعه لطالب الازهر عشان نلم الماده دي كويس جدا. 12 حصه مراجعه. طب والجزء بتاع الجيولوجيا 6 محاضرات.
طيب وبتاع الثانويه العامه 12 حصه مراجعه لطالب الثانويه العامه، وهيحضر الجيولوجيا 6 محاضرات، فانت هتراجع اقل حاجه الماده دي كلها الاحياء والجيولوجيا على الاقل 18 حصه. طب افرض يا دكتور مجدي اديتني حصه ولا 2 زياده، هتتضايق؟ مش انت يا ابني كسبان؟ انا بقول لك اهو، انت هتدفع قيمه الحصص دي كلها. اللي عايز يشترك جيولوجيا بس اشترك، انت حر. عايز تشترك احياء بس انت حر. طيب اللي عايز يشترك الاثنين هنعمل له قيمه مخفضه عشان ما نجهدكوش ماديا. الكلام ده لمده 10 ايام من هذا اليوم. طب بعد 10 ايام هزود القيمه الزمنيه بتاعت هذا الكلام. ليه؟ عشان انت بتجهدنا كده وبتجهد الفريق العمل، يبقى حرام عليك. يبقى تحجز باقصى سرعه ممكنه. طالب الازهر هيراجع لوحده، انا بقول تاني طالب الثانويه العامه هيراجع لوحده. لكن احنا الجيولوجيا، لان طالب الازهر ما عندوش امتحانات للجيولوجيا غير هو السنه اللي فاتت فقط لا غير، كانت اول مره ياخدها، فاحنا مشتركين في الجيولوجيا قدام عينك. يلا شدوا حيلكم يا ابطال. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده عليكم وانتم بخير واسركم بخير. ويا رب كل طالب بيسمعني وبيشوفني دلوقتي يتصل بيا زي اليومين دول كده يقول لي كل سنه وحضرتك طيب، وهو في الكليه اللي بيحلم بيها ان شاء الله. انا مش بخاطبك عشان تنجح وتجيب لي 30 35 تجيب لي 40. انا عاقد النيه في المراجعه ان انا الم المنهج كويس جدا واحل اكبر قدر ممكن. بقول تاني من كل الكتب ومن النماذج الاسترشاديه والامتحانات الرسميه لطالب الثانويه العامه والامتحانات التجريبيه لطالب الازهر وامتحانات الازهر الرسميه. مش هسيب حاجه، مش هسيب حاجه. بص انا قلت ايه؟ انا مش براجع 5 6 حصص كروته كده، لا ده انا عايز افكرك بكل كلمه تعبنا فيها وبذلنا فيها مجهود لازم نفتكرها قبل ما نروح الامتحان. انا براجع بطريقه تختلف عن كل مدرسين مصر، ماليش دعوه بحد. هترضى عن المراجعه 100. لكن بقول تاني، ينفع اكون انا صفر في الدي ان ايه واقول المراجعه تحل لي المشكله؟ ينفع اكون صفر في المناعه واقول المراجعه تحل لي المشكله؟ مش هتحل لك المشكله. لازم تسمع الشرح. قلت ما فيش صلاه من غير وضوء، وما فيش حاجه اسمها راجع وحل وانا مش عارف الماده اصلا. يبقى لازم تعرف الماده. هتتواصلوا مع فريق معنا اللي عنده مشاكل. ما تشتريش كتب خارجيه. انا هجيب كل الكتب الخارجيه اللي في السوق وهقول لك افضل كتاب 2 3. انت بقى عايز تشتريها ساعتها انت اشتري، ان شاء الله تشتريها كلها انت حر، بس هتلحق تذاكر ده كله يبقى ما تضيعش وقتك بقى. لكن انا بقول هجيب كل الكتب اللي هتنزل بتاعت الازهر وكل الكتب بتاعت الثانويه العامه وهقول لك افضل حاجه ممكن تجيبها الكتاب الفلاني، لكن انا هدرس لك من كل حاجه، مش هسيب حاجه ومش هخلي في نفسك حاجه. انا معاكم، خليكم 100 في الماده دي، ولازم استماره نجاحك اعلى درجه تكون ماده الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا اذا ربنا اداني العمر. ربنا يبارك في عمركم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان عليكم وعلى اسركم. ربنا يعيد عليكم الايام وانتم بخير. اللهم بلغنا رمضان يا رب. زي ما قلت تكون ان شاء الله ايام طيبه عليكم. ضاعف مجهودك، معنوياتك في السماء. عندك اي مشاكل خد رقم تليفوني وتواصل معايا، هذاكر معاكم وهخليكم 100 بمشيئه الله تعالى. القاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.